احكيلي عن بلدي، احكيلي يا نسيم اللي مارق عالشجر مقابيلي، عن اهلي حكاية، عن بيتي حكاية، عن جار الطفولة حكاية طويلة. احكيلي احكيلي. وكل زمان وله ناسه وناس أحوالها من حالي، وننسى وجوه في دنيتنا وياما بشوف في ترحالي. ومين ينساك يا نور عيني وينسى حبنا الغالي، تعيشي في قلبي يا بلدي ورايتك تعلى في العالي. أستاذة وفاء حسن يوسف، سكرتير المدرسة، أهلا بيك. اهلا بحضرتك، اهلا وسهلا. أستاذة وفاء، ممكن تقول لنا إيه عمل سكرتير المدرسة بالظبط؟ كل الاعمال الماليه والحسابيه بالمدرسه اللي تخص الطالب من اول ما يدخل لغايه ما يتخرج ان شاء الله. المصروفات اللي هي على الطلبة، على العملية التعليمية نفسها، أو على الصيانة، التجديد، أو أي حاجة بتعملوها في المدرسة برضو بتكون السكرتارية مسؤولة عنها. اه طبعا، اي حاجه بتدخل المدرسه، اشتروا اي حاجه بيبقى في لجنه مشتريات ولجنه فحص، فلازم انا اكون موجوده وشايفه كل ده، وعلى اساسه بقسم بوزع بعمل شغلي وبخلصه ويتصرف على حساب المدرسه. طيب، على حساب المدرسة ده معناه إن مصدر التمويل الأساسي منين؟ الطالب. الطالب. الرسوم اللي الطالب بيدفعها. الطالب اول الدراسه بدايه العام الدراسي بيسدد مصروفات بتاعته وبنجزأها، صيانه للمدرسه للطالب، اشتراكات ليه بيسددها، فده كل ده لحساب لان ده حاجات للطالب لازم تعم عليه. طب هي المدارس التجريبي بتقبل تبرعات؟ لا بصراحه ما فيش. المدارس ما بتقبلش تبرعات. طب خلينا بس نوضح الحكايه دي لاولياء الامور اللي بيشوفونا. المفروض ان الطالب لما بيجي يقدم في المدرسه التجريبي بيدفع رسوم معينه، الرسوم دي بتبقى مقرره منين؟ من الوزاره، بتبقى معلن عنها، بيعرف ازاي ايه يدفعوا ايه ما يدفعوش، اذا كان في حد بيطلب حاجه زياده او لا؟ طبعا جاي من الوزاره ونشره بنمشي عليها، ما نقدرش ناخد جنيه من نفسنا، جيلي نشره معتمده من الوزاره وعلى اساسها بمشي عليها وبشتغل عليها، اكتر من كده ما اقدرش اخد جنيه، واي جنيه اديله الايصال بيه. طبعا لو يعني ممكن يتبرع. لا لغايه النهارده بصراحه يعني تبرعات ما فيش، هو مجلس الامناء معانا وبيساعد في المدرسه بصراحه، واقف وقفه جامده، وده علت كمان من مستوى المدرسه. طب ممكن تشرحي لنا تشكيل مجلس الامناء بيتم ازاي؟ هل هم مجموعه من اولياء الامور مثلا، او ناس من يعني القيادات الطبيعيه من المجتمع؟ ازاي بتشكل مجلس الامناء؟ هي بنعلن في بداية العام الدراسي، بنعلن عن في تشكيل مجلس أمناء، فبيتقدم عدد معين بيتطلب أولياء أمور من المدرسة، ده بيبقى أحسن لأن بيبقى ملم طبعا بالمدرسة وبيبقى عارف الاحتياجات نظرا لوجود ولاده. أيوة فطبعا اترشح معنا في مجلس أمناء من المدرسة ولي أمر
بجد واقف وقفة كويسة وعمل مميز في المدرسة. تمام. انا سؤالي الاخير ليكي هيكون عن الكتب. الاطفال بيسددوا او يعني الطلبه بيسددوا الرسوم الدراسيه، وكل سنه بنبقى سامعين انه في ازمه في الكتب، او ان الكتب اتاخرت، بتيجي ما بتجيش. بعدين بنسمع كمان انه في قرارات طول الوقت من الوزاره انه استلام الكتب ملوش اي علاقه بتسديد الرسوم. ممكن تقولي لنا عن المدرسه هنا ده بيتم فيها ازاي؟ اه، هو بالنسبة للكتب فعلا جت قبل بداية العام الدراسي، كانت موجودة في المدرسة. أول يوم الطالب دخل المدرسة اتوزعت على تلقائي، مش ما فيش شرط بقى لازم يدفع مصروفات أو مش لازم. كل الكتب في الفصول الولاد قاعدين، والديسكات بتاعتهم كل واحد خد الكتب بتاعته. ما تأيدش بقى لازم تنزل تدفع المصروفات، رغم ان احنا تجريبي لازم يدفع المصروفات لان في كتب ماس وساينس. اه، فطبعا ده كل ده سلم. حتى الكتب دي اللي هي اللغات والماس والساينس والانجليش الادفانسد ده اتسلم عليه في الاول؟ اه، اول الترم الترم الاول كله استلم في الفصول، وفي الترم الثاني ده برضو. يعني اول مدرسه كنا احنا مستلمين الكتب الماس والساينس. طيب، في حلقة فاتت احنا كنا اتكلمنا عن الأنشطة اللي في مدرسة أبو بكر، والحقيقة إنه في اهتمام كبير جدا بالأنشطة. كمان عايزين نعرف تغطية مصروفات الأنشطة دي بيتم برضو من فلوس الطلبة، ولا عشان دي أنشطة فممكن يبقى في مساهمات أهلية؟ لا، هي الميزانيات الأهلية دي مش بتبقى مفروضة عليهم، ده لو حاجة بتبقى بسيطة. ولغاية النهاردة بصراحة أنا ما لمستش الشيء ده. كل ده من الميزانية بتاعة المدرسة. أي تجديدات، أي صيانة، المدرسة عاملة كاميرات ما شاء الله مبلغ جامد. عاملة صيانة في المدرسة جديدة، الحمامات، الفصول، في كل فصل في مروحة يعني. كل ده حاجات إنجازات في المدرسة كويسة. هي الكاميرات دي مراقبة للإدارة، ولا بتبثوا للأهالي يشوفوا أولادهم زي بعض المدارس الخاصة؟ لا، مش للأهالي، هي للإدارة. بيبقى المدير قاعد في الأوضة بتاعته، شايف في كل فصل المدرس عامل إيه، بيتابع أي حد داخل، بيشوف ده داخل فين. فهي مراقبة جميلة وحاجة من الأمان كمان. أمان للمدرسة. طبعا بيبقى قاعد ملم بكل المدرسة وهو قاعد، فشايف إيه اللي بيحصل. خطرتش على بالك يوم تسأل عني؟ ما خطرتش على بالك يوم تسأل عني؟ ما خطرتش على بالك يوم تسأل عني؟ وعنايا مجفيها النوم، النوم يا مسهرني. نهى محسن وحيد، مدرس أول رياض أطفال. أهلا بيكي يا أستاذة نهى. يعني ما شاء الله، حتى المنظر أو المظهر لايق على رياض الأطفال. أنت شايفة إن ده مهم في التعامل مع الولاد؟ طبعا لازم يبقى لبسي مبهج بالنسبة يبقى يدي بهجة كده للأطفال. ما بقاش اللبس غامق أو كئيب، لازم يبقى حاجة مفرحة. أنا متأكدة لأنه ابني حتى بيعلق لي لما بيشوف المدرسة بتاعته لازم يبقى اللبس الأطفال يحبوه. هو الطفل بياخد باله من كل حاجة، وحتى لبس المعلمة بتاعته. بتعملوا إيه أنشطة مع الولاد في مرحلة الكيجي؟ أنشطة كتير، بناخد أنشطة موسيقية، فنية، تربية حركية، رياضيات، لغوي، مفاهيم علمية، مفاهيم اجتماعية. أنشطة متنوعة، عندنا يجي 9 مجالات أنشطة. وطبعا متصممين بحيث ان السن ده يقدر يستوعب. لازم يناسب سن الطفل وعقليته يعني. وهي مفاهيم بسيطة، أنا ما بديهاش إلا مدرجة، ببدأ من البسيط والسهل للصعب. يعني الهدف ممكن يستمر معانا على طول لغاية ما يوصل كي جي 2. بالاطفال اللي يعني بيبانوا مين هيبقى متفوق او شاطر او استيعاب. طبعا احنا بنكتشف موهوبين ومتفوقين دراسيا من الكيجي. في اطفال عندها استعداد جامد في التلوين والرسم، وفي اطفال عندها استعداد في الغناء، وفي اطفال متفوقين دراسيا. برضو بنلاحظ كل دوت، وبنعمل لهم أنشطة إسرائيلية. حنان يوسف، وكيل رياض أطفال أبو بكر الصديق، رسميا اللغات. اهلا بيكي. الحمد لله وما شاء الله، يعني انه مدرسه ابو بكر في اقبال كبير على مرحله رياض الاطفال فيها. خليكي كده تقولي لنا بايجاز ايه الاهم العناصر او العوامل المميزه اللي بتخلي مكان رياض الاطفال هنا جاذب لاولياء الامور؟
طبعا احنا المدرسة بالنسبة للموقع بتاعها تعتبر كانت أول مدرسة تجريبي في الظهور في المنطقة، فطبعا كان الإقبال عليها شديد بسبب إن هي المدرسة الوحيدة. وطبعا بعد كده ما بدأنا البداية دي، بعد كده بدأنا بقى نعمل أنشطة ونعمل منهج خاص بينا ونعمل شغل خاص بينا. هو طبعا اللي خلى إقبال أولياء الأمور بيجوا على المدرسة، لأن ولي الأمر بيختار طبعا المدرسة بتقدم لابنه خدمة قبل ما بتختار المكان طبعا. يعني هقول لك انا يعني هفكر كأم، انا بيبقى همي انه المكان ما يبقاش بيعلم بس، لكن بيبقوا بيعملوا انشطه كتير. يعني مثلا الولد يبقى بيلعب رياضه او مزيكا او اي حاجه فنيه. ايوه، ما هو احنا المنهج عندنا في رياض الاطفال ما هوش منهج، احنا عندنا خطط، والخطط دي كلها قايمه على الانشطه، حتى ما عندناش اسامي مواد. احنا عندنا مثلا نشاط اسمه نشاط لغوي، نشاط رياضيات، نشاط موسيقي، نشاط فني، كلها عباره عن انشطه. التعليم عندنا عن طريق اللعب، ما عنديش مواد اساسا يعني، فهو التعليم عن طريق اللعب. فطبعا احنا بنصمم الانشطه دي للاطفال كويس الحمد لله، وبنقدمها لهم بشكل كويس، عشان كده في اقبال عندنا. أمال غلاوة حبك فين وفين حنان قلبه عليا، وفين حلاوة قربك فين، فين الوداد والحنية. نسيني وانت على بالي وخيالك ما يفارق عيني. نسيني وانت على بالي وخيالك ما يفارق عيني. ريح واعطف على حالي وارحمني من كتر ظنوني. استاذه سماحه، انت الام المثاليه، انت عندك ولدين هنا في المدرسه؟ عندي ولدين، حسام واحمد. سنه كام؟ حسام في اولى ثانوي واحمد في تانية اعدادي. ان شاء الله بقى هم متفوقين او بيشاركوا في الانشطه او يعني ايه؟ الحمد لله، على قد ما بقدر، على قد ما بقدر معاهم. مجهد ان الام تبقى عامله وطبعا بتقوم بدورها التربوي. طبعا بيبقى طبعا اي حاجه بيعملوها بسيطه قد كده بتبقى في وشي طبعا، وبجتهد معاهم ان شاء الله عشان يبقوا كويسين، وبتمنى ان هم يبقوا كده، هم واولاد المسلمين يبقوا في اعلى المناصب ويرزقني برهم يا رب. تربيه الولاد اللي هم البنين يعني صعبه؟ طبعا صعبه، صعبه ان انت لازم تقعدي توجهيهم كل شويه، لازم تصاحبيهم، وخصوصا لما انت بقى تبقي يعني غير جنسهم، لازم تسمعيهم، لازم تعملي حوار معاهم دايما، يبقى في صداقه طبعا، ما يخبوش عليا اي حاجه. صعب قوي لما تخليهم تبقي تكسبي ثقتهم، والحمد لله ربنا يقدرني. كل سنه وحضراتكم طيب. وانت طيبه وصحه وسلامه. يعني المره دي انا عايزه اتكلم معاكم، بس مش تكلموني بس عن وظائفكم، تكلموني كمان عن امومتكم او دوركم في البيت. مديحه نجم، مسؤول منسق الجوده بالمدرسه ككل، مدرسه لغه عربيه في المرحله الاعداديه. وعندك اولاد؟ عندي 3. ربنا يخلي. في مراحل ايه بقى؟ لا، مروه كبيره مع بكالوريوس تجاره وهي متجوزه ومعاها ولد ده، ومنار متجوزه موظفه في مديريه امن الدوله، ومعايا مروان في كليه ادب بورسعيد هنا في سنه اولى. ما شاء الله ربنا يخليك. طبعا مسيره ومجهود طبعا اكيد طبعا. نتكلم عن ده، تعرف بيكي كمان. سماح حسين، مسؤول وحده تدريب بالمدرسه ومدرس تربيه موسيقيه. اهلا بيكي يا استاذه سماح. استاذه سماح، يعني واحنا في الكيجيهات كده انت بتبقي عارفه الاطفال اللي في طبعا بنبقى واخدين فكره عنهم وعارفينهم كلهم، لان هم يعني كل الجروب كده متكامل مع بعضه، يعني كله عارف بعض. اصل الاعداد مش كبيره قوي كمان. العدد مش كبير، عدد الفصل مش كبير. طيب بمناسبه عيد الام الاول، تحكي لنا كده ايه حصل انشطه عشان عيد الام؟ احنا عملنا احتفاليه النهارده، كل المدرسه اشتركت فيها من اول الكيجي لغايه الثانوي. كان في برضو تكريم للقاده وتكريم الام المثاليه والمعلمه المثاليه. عملنا يعني اشتركت المدرسه كلها في الاحتفال. بتقولي كل المراحل كانت مشتركه في الحفله، بس كل مرحله بفقره. طبعا كل مرحله على حسب اللي هي تناسبها، يعني مرحله الكيجي كانت الفقرات مناسباها، كان في استعراض لأسرة اللغه الانجليزيه، كان في فقرات برضو موسيقيه واستعراض، سكتشات، شعر عن الام، كل مرحله بما يناسبها بالفقره بتاعتها يعني. طيب انا هسألك بقى استاذه مديحه، يعني بخصوص الامهات اللي هم بيجوا للمدرسه، بيبقى ساعات لحوحين شويه، يعني علشان مهتمين باولادهم او بمستواهم الدراسي او بانهم عايزين انهم يشاركوا في حاجات، تتواصلوا معاهم ازاي، خاصه انك ام وخدتي ده كله؟
بتواصل بقى بالحب اساسا، يعني المعامله بلطف ولين معاهم، بنحسسهم ان احنا كمان امهات، دول ولادنا قبل هم ما يكونوا ولادهم، بيقعدوا معانا احنا اكبر مده، فبالتالي احنا فاهمين النوعيه دي كويس قوي، نقدر نتعامل معاهم، سواء كان ان انا باخد منهم المشكله لو كان في مشكله، او وبحاول ان انا احلها بالتواصل بالود، بتحل كل حاجه. التواصل ده مباشر ولا عندكم مثلا جروب على الفيسبوك او واتساب؟ هو اساسا في جروب الاولياء الامور ده مالناش احنا علاقه بيه، هم بينهم وبين بعض، هم بعض، لكن بيننا مباشر، سواء كان في داخل المدرسه او في لقاءات داخل المدرسه، بيبقى في التواصل ده. من هنا استطعنا ان احنا التواصل ده حقق نتيجه كويسه جدا كمان في المرحله الابتدائيه، ودلوقتي حاليا في المرحله الابتدائيه مرحله رياض الاطفال في الابتدائي حصلنا على جوده، وان شاء الله نحصل على جوده في رياض الاطفال، فبالتالي ده باين اكتر في المدرسه كلها كل واحد مترابط، مش من غير مجامله ولا تحيز، الاكثر اهتماما بالولاد الامهات ولا الاباء؟ لا، الامهات طبعا. اسأل عن اللي قضي الليل بين الأمل وبين الذكرى، يصبر القلب المشغول ويقول له نتقابل بكرة، وبكرة يفوت وبعده يفوت، ولا كلمة ولا مرسال، وهو العمر فيه كم يوم، وانا بعدك عليا الطال، ناسينك وانت على بالي، وخيالك ما يفارق عيني، ناسينك وانت على بالي، وخيالك ما يفارق عيني، رياح واعطف على حالي وارحمني من كتر ظلمي، ناسيني وانت على بالي، وخيالك ما يفارق عيني، ريح وانت على بالي، وخيالك ما يفارق عيني، ريح واعطف على حالي وارحمني من كتر ظنوني، لا عليا بيهواها النوم ولا بخطر على بالك يوم، لا عليا بيهواها النوم ولا بخطر على بالك يوم، اسأل عني عبير سالم، مدرسة لغة عربية بالمرحلة الثانوية. اهلا بيك يا استاذه عبير. كان في النهارده حفله في المدرسه شاركت فيها كل المراحل خاصه بعيد الام، ممكن تحكي لنا كده ساهمتم بايه او ايه كان دوركم كمدرسين ثانوي؟ والله احنا حفظنا الولاد بعض الاناشيد والنصوص الشعريه الخاصه بالمناسبه، وبعض النصوص القرانيه برضو، وشاركنا في تنظيمها، التنظيم العام يعني ليها. الولاد اللي حفظتوهم هم اصلا كانوا عايزين يشاركوا، بتختاروهم؟ بيبقى برغبتهم، هم اللي عايزين يشاركوا طبعا، ويظهروا برضو في اليوم المناسبه السعيده ديت، بس فهم من نفسهم كمان هم اللي كانوا مجهزين، يعني احنا مجرد مشرفين على مجرد مشرفين على اللي هم بيعملوه. بشكل عام راضيه عن الحفله النهارده؟ الحفله جميله جميله، وحضرها عدد كبير من اولياء الامور، واحنا كنا مبسوطين جدا والله بتشريفهم لينا، يعني وجودهم معانا. رانيا نجيب، مدرسة لغة عربية. ولية أمر سارة. ولية أمر سارة. سارة أنت في سنة كام؟ أولى. أولى؟ شاركتي في الحفلة النهاردة؟ عملتي لأ؟ واتفرجتي عليه؟ ايه أكتر حاجة عجبتك؟ البلالين والأغاني. طب ليه هي ما شاركتش في الحفلة؟ هي بقولك كانت تعبانة الفترة اللي فاتت، بس هي لسه جاية من النهاردة إن شاء الله. الله يسلمك يا حبيبتي. كلميني بقى عن دورك أنت كأم ومدرسة، فأنت أم لكل الطلبة اللي موجودين طبعا في المدرسة، لكن كمان عندك ولادك أو بنتك في المدرسة. طبعا احنا بنعاني في الفترة دي، فترة امتحانات كلها ضغط ومذاكرة. الميد تيرم. طبعا. بس النهارده يوم مناسبة جميل، كل أم وهي طيبة
وبألف صحة وخير وسلام. عملتوا ايه يعني، او شاركتوا ازاي في الحفله بتاعت النهارده؟ والله احنا جبنا هدايا رمزية للمدرسات والأمهات، والنهاردة طبعا بنعمل زيارات عائلية ونتجمع في المدرسة ونحس الطلاب على اللي هم يشاركوا ويحسوا بالأم ومعاناتها ومستوعبين يعني، بالذات السن الصغير. طبعا الكبار فاهمين بس قصدي. أيوة طبعا، لأن هم دلوقتي أصلا استوعابهم أكبر من الكبار. معانا كمان العامل المثالي عم محمد محمود، ازيك؟ سعادتك يا فندم. بقالك كام سنه شغال يا محمد؟ 27 سنة. كرموك امتى العامل المثالي؟ كتير الحمد لله. 2014 2017 2005 والحمد لله اخر تكريم سعادتك معايا الشهادات دلوقتي. تمام. انت بتتكرم عامل مثالي على مستوى المدرسه ولا؟ وعلى مستوى المحافظه ان شاء الله رب العالمين، والتجريبي واللي هم بتوع التعليم الكبار، وسعادتك اللي هم التعليم اللي هم بيجوا الساعه 4. والحمد لله اطلب من الله عز وجل عمره بس. الطلبه تعرفهم يا عم محمد؟ واحد واحد وفرد فرد واسم اسم. حتى الاجيال اللي خرج، اجيال من جيتوا لثانيه ثانوي وثالثه ثانوي واللي اتخرجوا بيجوا يزورونا. الله، حلو جدا. لسه متواصل معاك؟ اي نعم اي نعم. لقاءنا الأخير في حلقتنا النهاردة هيكون مع السيد مدير المدرسة ومع أستاذة مروة صاحبة الدعوة أو الشخصية اللي لفتت نظرنا مشاركتها على صفحات التواصل الاجتماعي عن المدرسة وأنشطتها وطبيعة التدريس وطرق التدريس اللي بتتم فيها. أهلا بيك. أهلا بيك أستاذة مروة. أتعرف اسمك بالكامل؟ مروة السيد البسيوني. أهلا بيك أستاذة مروة. أستاذ جمال أهلا بك. أهلا بيك. استاذ جمال، خلينا نتكلم كده عن الانشطه في المدرسه بشكل عام، وانه ازاي انتم بتوصلوها للمجتمع تبقى مشهوره انه مدرسه ابو بكر بيتم فيها الانشطه الفلانيه، الناس عندها خلفيه كويسه عن اللي بيحصل في المدرسه. والحمد لله زي ما قلت في السابق قبل كده ان احنا فريق عمل، كلنا بنقعد بنفكر بنبتكر افكار جديده وبنتوكل على الله بننفذها على طول. فجاء مره في بالنا ان احنا نعمل كره نسائيه، وندم بالفضل الاستاذ محمد ابو العلا موجه اول التربيه الرياضيه، كان صاحب الفكره وكان نفسه يطبقها. عرض عليها الفكره، خدنا راي القيادات بتوعنا، وافقوا، توكلنا على الله عملناها. كانت اول دوره او اول بطوله نسائيه في محافظه بورسعيد، شرفنا فيها جميع القيادات بما فيهم وكيل اول وزاره الشباب والرياضه، وكيل اول وزاره التربيه والتعليم، جميع قيادات ناس من الوزاره تبع التربيه الرياضيه، الاستاذه باتعه موجه عام، الزملاء كلنا تضافرنا، مدرسين التربيه الرياضيه عندنا في المدرسه، الاخصائيين الاجتماعيين، كنا كلنا فريق واحد. نجحت بطريقه غير يعني ما كانش متوقع النجاح ده، بس بفضل الله والفريق العمل نجحت. دي عملت جذب، عملت لفتة او عملت سبوت على المدرسة. بعدها على طول فكرنا نعمل حاجة جديدة تاني، عملنا الكاميرات، أمنا المدرسة من الداخل ومن الخارج بنظام كاميرات، 16 كاميرا محوطين المدرسة من جميع الجوانب بما فيهم المباني اللي حوالينا، ده برضه حفاظا على الامن والامان، بنساعد الدوله في عمليه التامين يعني. بعدها فكرنا على طول طب ايه تاني في دماغنا احنا ممكن نعمله. طيب لقينا الحمامات متهالكه من السابق وكلام، قلنا نعمل حاجات ادميه لاولادنا كانهم في بيوتهم. عملنا حمامات يمكن وريتها لحضراتكم، مزوده بمرايات، صابون سائل، معطر،
كأنه في البيت الولد لجميع حمامات المدرسة. حاجة يعني جميلة، كل الناس الحمد لله مبسوطة. حاليا احنا في فكرة جديدة بس انا مش هعلن عنها عشان ما حدش يسبقنا، هتبقى مفاجأة. وانا رأيي لو انتوا شفتوها في اي مدرسة في جمهورية مصر العربية انا مستعد اتحاسب. حاجة جديدة، مش هي ما تشوقناش اكتر من كده. في اليابان بس مش احنا ان شاء الله هنطبق حاجه زي كده. طبعا ده انا بشكر فيه جميع القيادات بتوعنا، بشكر مستر حازم الجمل اللي انا نسيته المره اللي فاتت، مدير عام اداره المدارس الرسميه للغات. الراجل احنا بنسترشد برايه ودايما معانا وفي ظهرنا ومدعمنا، وكل تعليماته هي دي اللي احنا بننفذها على ارض الواقع. ده بخلاف طبعا قياداتنا الكبار كلهم بقدم لهم. انا لازم اشكر جميع العاملين في مدرسه ابو بكر. هقول فيهم جمله واحده: مدرسه فيها روح صافيه، فيها حاجه حلوه، فيها ناس عايزه تنجح، في ناس بيحبوا بعض، في ناس بيدوروا يرفعوا بعض ازاي ويرفعوا المدير بتاعهم ازاي. كلهم ايد واحده ودول ينجحوا في اي مكان. هقول تاني: فيها روح حلوه، فيها حاجه حلوه، فيها روح صافيه، باكد عليها صافيه صافيه. جدا يا استاذ جمال. الحاجات اللي بتشاركوها على مواقع التواصل الاجتماعي زي ما قلنا بيبقى ايه الهدف الاساسي من هذه المشاركه؟ هو زي ما قلت اهداف كتيره، بس بعد كلام الاستاذ جمال طبعا ابدا بحاجه ان هو ما دام المدير بيبدا مبدع واراءه قويه بيديكي افق مفتوح والثقه انك تشتغلي ما دام ما فيش حد هيوقفك. فده اللي بيخليكي تبدعي اكتر وبتلفي وتشوفي على الفيس او الفيديوهات وتخلي الولاد ينطلقوا برضه. اما بالنسبه لنا احنا بننزل ده طبعا عشان نرفع مستوى مدرستنا او سمعتها وتشجيع الطلاب في نفس الوقت، يعني ليهم حق ان هم الناس دي ثقه كمان لاولياء الامور ايه اللي بيحصل وبالظبط كده. بتلاقي التجاوب منهم كبير ويبقوا عايزين اكتر وان تحسين اكتر لاولادهم. لا انا بسالك على التجاوب اولياء الامور مع الحاجات اللي بتنزل ديت او المشاركه. اكيد. ما لسه بقول التجاوب ده اللي بيخلي الواحد بيزود اكتر. زي ما قلت في السابق اولياء الامور لما لقوا في نجاحات كله بدا يتسابق نساعد ازاي، نساعد المدرسه ازاي. لقوا في حاجات على ارض الواقع، حاجات كانوا بيحلموا بيها لقوها حقيقه في يوم وليله، فقال لك احنا مع الراجل. لسه امبارح او اوله في وليه امر منزله بتقول احنا مع المدرسه بعد ما حصل تطوير للحمامات واولادنا ودخلوا حمامات بعد 5 سنين مكتوبه كده نصا، يعني احنا مع المدرسه في اي حاجه. فاولياء الامور جميعا ما بيتاخروش عن اي حاجه للمدرسه. احنا ما بنطلبش لان المدرسه فيها فلوس وكفايه. احنا يكفينا معنويا، يكفي ان هم بيبدوا راي معنوي. مادي متشكرين لولي الامر، فلوس ابنك موجوده، ما اللي احنا بنعمل بيه ده دي فلوس ولادكم، فاحنا بنعمل لكم بيها. هي بس كان عمليه احنا بنحرك العجله بفريق العمل اللي احنا بنشتغل بيه وبالاساتذه الفضليات زي مس مروه وفريق العمل بالكامل. مدرسه على اعلى، يعني انا قربت اطلع معاش، ما شفتش النوعيات دي في اي مدرسه. انا نفسي اشكر حاجه نسيت بس لو تسمحي لي، المجلس القديم، مجلس الامناء السابق بقياده المهندس يوسف علام، ده اول واحد استقبلني في المدرسه وفتح لي دراعاته، وانا يعني مدين له بالشكر والعرفان، فكان لازم اذكره في الحوار بتاعي. شكرا. اشكرك يا استاذ جمال. بعد بقى الشكر، يعني لو ليا الحق اللي انا اتكلم باسم المدرسه كلها وكل الاستاف، يعني بالنسبه ان انا من مؤسسي المدرسه القدام، فبوجه الشكر برضه للاستاذ جمال لانه بجد خلينا نبدع وادانا بجد، يعني هي ان الشجاعه انك تبدعي اكتر وتنوعي وحسن نظام لا مركزيه في الحكم يعني. ميرسي ليكم طبعا. بالتوفيق. بشكرك. تتعدد الوجوه، تتعدد الاماكن، لكن بلون سمارك حبك في قلبي ساكن. نقابلكم الحلقه الجايه في حلوه يا بلدي.
احكيلي يا نسيم اللي مارق عالشجر مقابلي، عن اهلي حكاية، عن بيتي حكاية، عن جار الطفولة حكاية طويلة. احكيلي احكيلي